بقى من الغرامه وتدفعها ونخلص بقى من الفيلم ده ولا لسه؟ والله يا ايبو يعني انا بحلم يعني ان انا اخلص من الموضوع دوت، بس انت عارف يعني انا الحمد لله يعني الواحد يعني ما يقدرش يتكلم في الموضوع ده لان طبعا بس ندفع بقى ونخلص. بص يا مهيب، انا هقول لك على حاجه يمكن مع يعني محدش يعرفها، وعشان ننهي الموضوع ده، انا العادي بتاعي يا مهيب انا ماضيه في 2016 طلع في 2019 متوثق في اتحاد الكوره. في ناس من اتحاد الكوره بس مش هقول اسماء دلوقتي لما الموضوع يخلص، في 2 كانوا في اتحاد الكوره هم اللي عملوا الموضوع ده كله. تمام. فانا ربنا هيجيب لي حق الفتره الجايه ديت، وهيجيب لي حق منهم في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. ان شاء الله يا كهربا، ركز في الملعب يا حبيبي بس. ماشي ركز يا في حبيبي. الملعب بس أيوة، وربنا يكرمك. وخلي بالك انت ربنا مديك كتير يا كهربا، مش حسام حسن وطلعت وحطيت الكرة بدماغك. لا 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 يا كهربا، لا لا، في حاجات جديدة كده بنشوفها يا كهربا. سلامي طبعا الاول لكابتن حسام وكابتن اكرامي طبعا. مبروك يا كهربا، مبروك يا حبيبي. الله يبارك في حضرتك يا كابتن، الله يبارك في حضرتك. طبعا انت عارف انا لما كلمت كابتن حسام طبعا من كاس العالم خدت البركه، خد الطاقه. لا الجون صعب ان هو اشترك مع الاسطوبر مع جنش. انا استغربت ان كهربا يعني الجرأه ان هو يلعب كمان بدماغه وفي كره مشتركه زي دي وصعبه. صعبه يعني هيتبان سهله. لا وجه مظبوط يعني. هو حالته البدنيه ساعدته، هو في حاله كويسه الفتره اللي فاتت. مبروك يا كهربا. الحمد لله، الله يبارك فيك يا ايوب. المنتخب بقى كهربا هتلعب راس حربه ان شاء الله. انا ان شاء الله انت عارف يا ايوب انا تحت امر طبعا الجهاز الفني للمنتخب في اي وقت، وانت عارف انا جاهز يعني الحمد لله. قول لي يعني انت كنت يعني الاول لما جبت الهدف كنت زعلان ليه؟ قبل ما انسى. انت برضه اسئلتك برضه صعبه قوي. لا والنبي كنت زعلان. لا والله بص، لا مش زعلان والله. يمكن انا الفتره اللي فاتت دي طبعا يعني مريت ضغوطات صعبه قوي، لان انت عارف انا بحب ان انا اعمل كل حاجه في الملعب طبعا عشان اساعد زمايلي واخلي الجمهور طبعا يفرح. فالفتره اللي فاتت دي حسيت ان يعني ان انا قصرت، بس هو مش تاثير مني والله، لان هو يعني انت عارف يعني كابتن حسام طبعا عارف ان ده ان اللجان بتيجي توفيق من عند ربنا، واللجان بتعمل توفيق من عند ربنا، فالواحد بيحاول ويسعى والتوفيق من عند ربنا ما كانش يعني محالفني الفتره اللي فاتت ديت. فانا كنت زعلان شويه يعني من الضغوطات اللي انا كنت فيها يعني، بس الحمد لله انا ربنا كرمني النهارده يعني الحمد لله. يعني كان في رساله معينه عايز توجهها لحد؟ لا 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 خالص والله، انا مش عايز اوجه رساله لاي حد خالص يعني. يمكن انت عارف انا قاطع نفسي الفتره اللي فاتت دي كلها ومركز في الملعب بس، وانت عارف زي ما بتقول كل يوم انا عندي تحدي جديد ان انا ابقى احسن من اليوم اللي قبله. فالحمد لله يعني النهارده ربنا كرمني وكافئني يعني على المجهود طب اقول لك حاجه كهربا وتقول لي صح ولا غلط. انت بعد ما خرجت انا حاسس ان انت كنت عايز تنزل تاني. دي حقيقه، بعد كل ما بخرج ببقى عايز انزل تاني. انا بعمل مجهود بره الملعب اكتر من جوه الملعب. صح؟ طبعا كان نفسي انزل تاني، بس الحمد لله طبعا يعني يمكن انتوني طبعا يعني قام بالواجب الحمد لله وجاب جون وعمل جون يعني ما شاء الله عليه، وان شاء الله الفتره الجايه يبقى احسن من كده وكسبنا ماتشات كتير قوي باذن الله يعني ان شاء الله باذن الله. عملت معاه ايه بعد الماتش يا كهربا؟ لا ده حبيبي والله، يمكن الفتره اللي فاتت دي كلها على طول بقعد معاه واتكلم معاه والله. انت عارف يعني انا اللعيبه الاجانب كلها اول واحد ببقى جنبها بساعدهم، وهو يعني الحمد لله يعني اول لما حتى لما جاب الجون انا رحت له قلت له ان شاء الله جول ان شاء الله جول مش اوفسايد. بس فاحتفلنا مع بعض يعني الحمد لله. كهربته ولا كهربك ولا ايه اللي حصل؟ لا هو على طول لما يلمسني بالكهرب. على طول. البركه بتاعت الحاجه. كهربا البركه بتاعت الحاجه. كهربا انا حاسس ان في علاقه وحاجه خاصه جدا، وفي صداقه وفي حب وفي لغه اشاره ولغه كلام بالعينين بينك وبين امام عاشور. طبعا يمكن انت عارف انا بحب امام جدا، وهو بالنسبه لي يعني كاخ صغير. انا عارف ان هو لما يجي النادي الاهلي هيتعرض لضغوطات جامده جدا وانا اتعرضت لها، فكنت انا يعني الحمد لله حاولت ان انا اساعده يعني ان هو يتاقلم بسرعه من اول ماتش ويدخل اجواء النادي الاهلي، وانت عارف سيستم النادي الاهلي بيبقى صعب على اي لعيب طبعا جاي من بره. فالحمد لله يعني يمكن ربنا بيكرمه كل يوم وبيوفقه عشان خاطر يعني مش الكهرباء بس، اللعيبه كلها طبعا حباه لان هو شخصيه زي الفل وشخصيه